السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل عام وانتم بخير بمناسبة العام الهجري الجديد. انا جربت النهاردة الترند الجديد بتاع الكسكسي بدقيق السميد. هقولك عليه رأيي بصراحة. اول حاجة حطيت معلقة زبدة. عندك سمنة بلدي تمام. وحطي بقى السميد على حسب الكمية اللي انت عايزاها. انا حطيت معلقة زبدة كبيرة وحطيت كوبايتين سميد كبار، ما يعادل نص كيلو تقريبا، يعني نص كيلو سميد. سميد ناعم. ممكن تجيبيه من عند العطار، يعني هو بيتباع سايب عادي، ممكن تجيبيه من عند العطار. نص كيلو واستخدميه مثلا، او استخدمي على قد الكمية اللي انت محتاجاها يعني. فانا استخدمت دلوقتي نص كيلو، عمل كوبايتين كبار، فحطيتهم على الزبدة. استخدمت الزبدة عشان ما عنديش النهاردة سمنة بلدي، فعندك سمنة بلدي تمام، عندك سمنة عادية برضو تمام، ما فيش اي مشاكل. اي حاجة عندك متوفرة سمنة زبدة استخدميها. فانا استخدمت زبدة. بنفضل نقلب فيها بقى لغاية لما ندخل الزبدة في كل الحبيبات بتاعة السميد. هي بتحطيها على نار متوسطة، ما تبقاش عالية، يعني لو اقل من المتوسطة شوية صغننين تمام. يعني ما تبقاش عالية عشان انت يعني عايزاها تبقى ايه، ما تتلسعش منك. يعني انت ممكن لو مثلا سهيتي دقيقة ولا ثانية عنها ممكن تلسعيها او حاجة. فبلاش عشان ما تعليش النار، يعني خلي النار متوسطة. وهنا انا كنت نسيت رشة الملح فرشيتها، فحطيت رشة الملح عليها وايه، وافضل اقلب فيها برضو. في المرحلة دي كان عاطيني ريحة الكسكسي فعلا، يعني المرحلة دي كان عاطيني ريحة الكسكسي. انا بقول لكم رأيي فيها بالامانة وخطواتها بالامانة، يعني الخطوات بتاعتها بالامانة والرأي بتاعي بقوله لكم بالامانة. هنا بقى هحط بقى قد السميد بالظبط ميه دي سخنه، مش ميه بارده. فحطيت كوبايتين سميد، هحط كوبايتين ميه. هنا بقى بدأت السميد يعجن. آه، واخد طبعا تقليب جامد، يعني انا وقفت فترة اطول من الفيديو شوية، يعني تقريبا ضعف الفيديو وانا بعمله. اخد مني مثلا ايه 25 دقيقة او حاجة. هو كده ايه. آم، بدأ يعجن كده. طبعا انا في المرحلة دي قلت يعني ده عادي طبيعي، لان انا اصلا انا شفت الترند وشفت عامل ايه، بس محدش قال بقى في الفيديوهات خالص ان هو بياخد وقت. يا جماعة بياخد وقت، يعني مش في 5 دقايق زي الفيديو اللي هما بيعملوه مثلا، لا، اخد تقريبا بالظبط مني 28 دقيقة. 28 دقيقة على النار المتوسطة تمام. وتقليب كتير جدا طبعا. تقريبا نص ساعة، يعني هو تقريبا نص ساعة أخدها على النار. فمش بسرعة جدا ولا حاجة خالص. يعني الفيديوهات بتوحيلك ان هو بيخلص بسرعة، لا، مش ما خدش مثلا 10 دقايق او 8 دقايق زي الفيديوهات اللي هي بتتذاع عن الترند. لا، هو اخد بالظبط 25 دقيقة او 27 28 حاجة كده، يعني في الحدود دي، علشان ما بقاش انا صادقة معاكم في كلامي كله، يبقى ما بقاش انا خبيت عليكم اي حاجة تمام. فانا المرحله دي بقى طبعا انا كنت حاطه ايدي على قلبي وحسيت ان البتاع ده مش نافع. بعد كده بدأ يفتت مني كده ويتفرول، قلت إيه خليني مع الكداب يمكن يصدق ولا حاجه. خلينا معاه، خلينا قاعدين، يعني انا قاعده معاكم، انا جايه معاكم للاخر لما نشوف الترند تمام ولا مش تمام. فقعدت بقى طبعا اقلب. وطبعا انا كنت في المرحله دي مش مصدقه ان هو هيطلع هيبقى كويس، يعني هيبقى كسكسي وهيبقى كويس ويتاكل وكده.
اول بعد ما عجن بشويه كده وقعد فتره طويله معجن، حسيت ان لا الترند ده مش حلو. وبعدين بدأ يتفتت معايا، فقلت ما خليني معاك، انا معاك اهو. قعدت اقلب اقلب اقلب. طبعا الفيديو انا مسرعاه علشان اخد وقت طويل. بدأ بقى يفتت مني انا كده بقى ايه، بدأت اقول ايه لا هيظبط. طبعا بهدل لي الدنيا وبهدل لي البوتاجاز وبهدل لي لو تعمليه اعمليه في حله، بلاش طاسه زي كده، اعمليه في حله عشان ما تبهدلكيش الدنيا كده زي ما انا بهدلت الدنيا. انا ما كنتش متخيله انه هيبهدل الدنيا كده، بس بهدل الدنيا يا جماعه. فحطوا يعني جيبوا حله عاليه شويه عشان ما يبهدلكوش الدنيا. بس قعدت اقلب بقى. وطبعا كل دوت على نار برضو هاديه، مش معليه النار، عشان انا مش عايزه يتلسع مني او حاجه، او مثلا يكون انا السبب ان ابوظه. النار هاديه، فخلينا معاها كده لغايه الاخر. فطبعا انا بقلب كل ده لغايه ما وصل معايا المرحله دي. طبعا المرحله دي خلاص كان حسيت ان هو خلاص ده شبه الكسكسي اللي احنا بنشتريه خالص يعني. فقلت لا خلاص كده تمام. يبقى ايه، احط معلقه زبده كمان بقى عشان تطعمه. فحطيت بقى، عملت حفره كده في النص في نص الطاسه، ورحت حاطه فيها معلقه الزبده طبعا، وسيحتها وقلبتها في الكسكسي كله. وايه، بعد ما يعني راحت ما بقتش باينه، قفلت على طفيت النار خالص. حسيت بقى انا خلاص كده ان هو بقى خلاص ده بقى كسكسي يعني، شكله باين قوي ان هو كسكسي طبيعي يعني، كأني جايباه من بره او عاملاه اللي هو بالدقيق العادي. شبهه خالص خالص خالص، ما تحسيش ان هو في فرق بينهم يعني. فطبعا قلبته بقى. انا بحاول اسرع لكم شويه لان مش عايزه الفيديو يبقى طويل عليكم، بس هو ده اللي حصل. انا كده خلاص قلبت الزبده فيه وطفيت النار، وتمام تمام كده. بعد كده جبت طبق حطيت فيه الكسكسي، وحطيت معاه سكر بودرة وزبيب. عايزة تحطي مكسرات ممكن عادي، عايزة ترشي عليه رشة لبن ممكن برضو، اللي بيحب يحط لبن يحط. بس انا الصراحة ما حطيتش لبن، انا حطيت سكر وزبيب على وش الكسكسي. بس كان مش عايزة اقول لكم على ان فكرة حلوة قوي، وتوفر التعب الكتير جدا اللي هو بنعمله في الدقيق، ونفضل نشيله ونحطه ونعمل ونسوي يعني دي اسهل من طريقة الكسكسي، بس طعمه حلو قوي قوي. تحسي بتاكلي كسكسي فعلا، ولذيذ لذيذ جدا جدا جدا، وعجبنا كلنا يعني ما شاء الله عليه. طلع حلوة قوي قوي. انا حطيت ايدي على قلبي لما عجن مني وحسيت ان هو مش هيطلع كويس، بس لا فعلا طلع ترند رائع رائع رائع. جربوه مش هتندموا ابدا 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 عليه. حلوة قوي قوي قوي، ويعني بصراحة 100 بصراحة. وشكله هو وطعمه هو مفيش فرق يعني يعتبر. ولو حطيتش عليه سمنه بلدي برضه هيرفع منه قوي، لان طعمه تحفه بصراحه. مش شايفه فرق بينه وبين الكسكسي العادي، رائع جدا. فياريت بقى ما تنسونيش في اللايك والاشتراك، وما تنسونيش في دعواتكم الجميله. وبارك الله فيكم، ويا رب يحسن ما بين ايديكم. كل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش تجربوا الوصفة، واكتبوا لي في التعليقات لو عايزين اجرب لكم حاجة تانية. رائع 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 بجد جميل. كل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.